كلنا بنعشق الحاجات الحلوة، لكن لما نعمل الحاجة الحلوة بدون ما تاخد مننا وقت ولا مجهود ولا نشغل فرن ولا نستخدم بيض ولا دقيق ولا أي حاجة من الحاجات دي، يعني في أقل كده من 10 دقايق يكون معانا كيك بالشكل الجميل ده. بدون شوكولاتة هنعمل كيك بارد طعمه ما حصلش. عايزة اقول لكم ان هو كان عامل ايه، عمال يعني يرقص وانا بقطعه حقيقي. يلا سريعا كده هننزل بالحليب بتاعنا، الحليب العادي، وهننزل عليه. هستخدم كوباية ومعلقتين، هوريكم معيار المعلقة ازاي هستخدمه. وهضيف السكر، والمعلقة المعيار يبقى كده، لازم المعلقة تبقى مليانة بالشكل ده. ده استخدمت النشا، وهنا هستخدم البودر بتاع الفانيليا. يبقى أنا عندي حليب، نشا، الفانيليا، السكر العادي. عملت تيست عليه لقيت السكر مظبوط. معيار المعلقة اما تيجي تستخدميه تبقى معلقة كبيرة ومليانة بالشكل اللي انتوا شفتوه. هوديه على درجة حرارة هادية لاني مش هعلي النار عشان عايزاه يستوي. الناس بقى الريتش اللي معاها فلوس وعايزة تدلع الحاجات دي ممكن تحطي علبة قشطة او تحط هابي كريمة. وما ان الحاجة طالعة فوق قوي قوي، فقلت اعمل حاجة بسيطة وسريعة وحلوة تعجب الولاد وتبقى في مستوى الجميع. على فكرة انا متواجد عندي الهافي كريمة وعندي القشطة، ولكن عملتها كده اقتصادية عشان الناس ايه، يعني اوسع على الدنيا يعني. وده القوام بتاعها ما بتاخدش وقت نهائي، بس عايزه اقول لكم تخلي بالكم ولازم تقلبوا داير ما يدور بالشكل اللي انتوا هتشوفتوه معايا في وهو بيستوي، ويكون على نار هاديه تحت المتوسطه عشان ما يلزقش في الحاجه اللي انت بتشتغلي عليها. عايزه اقول كنت عايزه اقلب على طول بالحله دي، بس الحله دي تقيله ما قدرتش. يعني انا يعني ما قدرتش حقيقي. هنا قسمت، خدت النص التلتين منها حطيته في الصينية، والتلت الأخير ضفت عليه معلقة من النوتيلا. عملنا النوتيلا بطريقتين وأكتر من طريقة قبل كده في فيديوهات سابقة، فأنا هسيب لكم اللينك النوتيلا جوه الصندوق الوصف. تمام. ونزلت بالشكل ده، هتبقى طبقة من النوتيلا مع طبقة الفانيليا حلوة قوي غنية، وطعم الريتش فيها عالي قوي قوي حقيقي، حلوة جدا جدا. ما تنسوش صحيح تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية وصفحتي على الفيس. هنا بقى حطيتها في الصينية اللي بتتفتح عشان تبقى أسهل ليا، وحطيت بلاستيك راب من تحت عشان أقدر أطلعها وأنقلها في طبق التقديم. وزي ما انتوا شايفين متماسكة. بعد ما عملتها غطيتها دخلتها التلاجة وطلعت كده جميلة. هنزل عليها بقى بكاكاو، بشوكولاتة مبشورة، بجوز الهند، وديفر الحاجة اللي أنا بحبها. وعملت شكل جمالي من فوق، ما ضفناش فيها شوكولاتة نهائي. هو ضفنا الفانيليا، ضفنا اللي هو معلقة النوتيلا. بص شكلها عامل ازاي. عايز اقول ان هي كانت بترقص، يعني انا يعني انا مسكتها كده بالشوكه هزيتها في الطبق لقيتها عماله ترقص، يعني كانه جيلي لكن ما ضفناش فيها الجيلي. بصوا شكلها عامل ازاي، خفيفه وسريعه ما بتاخدش وقت نهائي. اول ما بتبرد بتتماسك حتى لو مش هتحطيها في التلاجة. هنا زي ما قلت افكار، ممكن تحطي عليها شوكليت سيرب، ممكن تحطي فيها اي حاجه بتحبيها. بصوا عامل ازاي، حلو قوي وخفيف. بقول للناس اللي عايزه تزود النكهه ممكن تحطي قشطه، تحطي هابي كريم. بصوا عامله ازاي. امم حقيقي بحبها قوي، حلو سريع وبسيط واقتصادي. ممكن تعملي باشكال زي كده وتحطيها للولاد في اللانش بوكس كانه سناكس او تحليه مع الساندوتش اللي هياخدوه. انجوي يا جماعه.